السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحب أصبح عليكم. يعني أقول لكم إيه، يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح كل حاجة حلوة. ربنا يصبحكم بكل خير يا رب. النهاردة هنعمل كيكة الجلاش. عندك واحدة جلاش كده في الفريزر اتكسرت بقى، او انتي زهقتي من الطريقة التقليدية، فهنعمل مع بعض طريقة حلوة خالص لكيكة الجلاش. تعالوا معايا. عندي هنا دي صينية مقاس 24. تمام. حاطين فيها ورق زبدة. لو هتعمليها في صينية ألمونيوم لازم ورق زبدة، لكن لو صينية تيفال ممكن تدهنيها زيت وبس. وهنا معايا لفة جلاش. هنمسك ورقة ورقة كده، هي أساسا متكسرة. احلى حاجة في الوصفة دي انها ما بتعتمدش على ان الجلاش يبقى سليم كده، لا عادي لو مكسرة مش مشكلة. نمسكها كده، هنلكلكها كده، نكرمش فيها كده، نحطها هنا كده. نمسك الورقة اللي بعدها، نحطها كده. نمسك اللي بعدها كده، ورقة ورقة كده، هنكرمشها ونحطها كده في الصينية. تمام. مش عايزه اقول لكم الصينيه دي بيقولوا بتتباع بكام بره، يعني ارقام خياليه. تابعوا على ايه؟ انا قربت لكم الكاميرا اكتر. كده احنا كرمشنا اللفه كلها، حطيناها في الصينيه. تمام. بسكينه كده وهنغزها كده. كلها كده. تمام. معايا هنا بقى التشريبه اللي هنسقي بيها الصينيه. معايا هنا كوبايتين لبن. تمام. هنزل عليهم بمعلقتين كبار سكر، بس طبعا هحتاج ادوبهم كويس بقى، ما عنديش سكر بودرة بصراحة، وده شغال برضو عادي. هندوب كويس. لازم ندوب السكر كويس خالص، ما يبقاش فيه حبيبات من تحت. تمام. عندي هنا واحد بيكنج باودر باكو. وعندي هنا معلقة كبيرة من النشا. هندوبهم كويس برضو. ساحوا، وهنحتاج حاجة اكبر.
اوكي، نجيب حاجة اكبر ونرجع. نحط هنا شوية ملح، يعني ربع معلقة بس كده، وندوب. عايزين نتأكد ان النشا كله داب، ما مش مخرز ولا عامل كلاكيع، اهو لسه بنقول. كده تمام. معايا هنا شوية سمنة سايحة، نقلب كويس. معايا كده بقى نسقي بيها الجلاش بتاعنا. تمام. هندخلها الفرن. اول يعني هنحطها على الشبكة في النص طبعا. اول ما الوش يحمر كده والحوافي هنطلعها. دي صينية الجلاش او كيكة الجلاش بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. شايفين منظرها؟ شكلها تحفة، وريحتها بصراحة كانت تحفة وهي في الفرن. طبعا العسل بتاع الجلاش او السيرم بتاع الجلاش لازم يكون بارد، فانا عاملاه من بدري وسايباه يبرد. هو لازم يكون تقيل طبعا، كوبايتين سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة كده وشوية فانيليا. احنا دلوقتي ايه، هنديها نغزة كده عشان لما نحط الشربات ينزل فيها على طول. تمام. هنسيها كده. عايزه اقول لكم والله ريحتها جميله جدا. احنا هنحاول نطلعها برضو وهي سخنه كده، بس تشرب الشربات الاول. في كده هنا شويه مكسرات.
هنسيبها تبرد شوية وبعدين نطلعها. دي بعد ما بردت وطلعناها من الصينية. طعمها جميل جدا، خرافة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم ان شاء الله، وتجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات، ولايك كتير عشان الفيديو يترفع. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.